بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة. وخسارة مصر من السنغال 1-0. طبعا ما عملتش حلقة امبارح علشان مش كل مرة هطلع أعمل حلقة، يعني مش كل مرة هنخسر والناس تطلع وتتكلم وخسرنا ومش عارف مين واللعيبة والمدرب ومش عارف ايه. مش كل مرة هنقول نفس الكلام، يعني مش كل سنة نفس الكلام بنقوله وما فيش حاجة بتحصل. كل سنة بنقول نفس الكلام ومفيش حاجة بتحصل. فانا مش كل مره هنخسر نطلع نقول ده احنا اللعيبه مش عارف ايه، ده مش عارف مين غلط، ده مش عارف مين عمل. لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. الموضوع مش موضوع لعيبه، مش موضوع مدرب في إيه. دي تراكمات، ودي حاجات من اول اتحاد الكوره لحد الانديه، لحد انديه الدرجه الثانيه، لحد انديه الدرجه الثالثه. فساد في المنظومه الكرويه في مصر محتاج اعاده بناء من اول وجديد. من اول وجديد لازم نعيد بناء المنظومه الكرويه في مصر. طيب، او اكبر المتحملين للخساره بالنسبه لي هي اتحاد الكوره. اتحاد الكوره يتحمل الخساره في ايه؟ اتحاد الكوره جاب لك حسام حسن، تمام، وجهة نظر مدير فني ووطني وبيحب البلد واسطوره وعمل انجازات كلاعب، وجابوه وسبق له خبرات في التدريب فجابوه مسك المنتخب. طيب، مسك المنتخب كل شويه بقى ايه؟ يسربوا للاعلام ده حسام حسن لو خسر مش عارف ايه هنشيل، ده حسام حسن لو عمل مش عارف ايه هنشيل. فالمدرب اصلا مش في بيئه عمل مناسبه انه يشتغل. هو كل اللي في باله ايه انا لو خسرت الماتش الجاي ده لا انا هتشال، انا مش عارف هعمل ايه وهلعب ازاي. لا، مش كده يا جماعه. الشغل مش كده. اي اتحاد كره محترم في اي بلد بيمسك المدرب مشروع بيحميه، هو اللي بيحميه مش هو اللي بيسلمه. الاعلام نازل تقطيع فيه من اول يوم، واتحاد الكره مش موفر له الاجواء للشغل. كل شويه يسربوا له عقده، مش عارف، شوف مين اتخانق مع حسام حسن. حاجات لا تمت للتدريب ولا تمت لاداره الكره ولا اي حاجه بصله ابدا. بيئه شغل مش مناسبه من اتحاد الكوره. الراجل مش عارف يعمل ايه ولا ايه، يرضي اتحاد الكوره، يرضي مش عارف مين. دي مش بيتعمل مبدئيا كده، دي مش بيتعمل لحسام حسن. هو غلط فنيا، فنيا هو مش كويس، بس دي مش بيتعمل له ابدا. لو جبت مين هيفشل، لو جبت مين وفي نفس بيئه العمل ده هيفشل. انت مش هتروح تجيب جوارديولا، يعني انت هتجيب مدرب محترم عنده سيف محترم هيفشل برضه. اتحاد الكوره غريب موفر له اجواء غريبه. ديت اتحاد الكوره معانا اول المتحملين، كل همهم المناصب، مش همهم مصلحه بلدهم. يا جماعه احنا 110 مليون بنشجع منتخب مصر. الناس اللي ما بتشجعش كوره بتشجع منتخب مصر. تلاقي حد ما بيشجعش ولا اهلي ولا زمالك ولا اي حاجه، بس نيجي قدام منتخب المصريين كلهم بيتفرجوا على المنتخب. فمش كده، يعني انتوا بتديروا منتخب مصر كلها بيفرح شعب كامل، يفرح 110 مليون، تعملوا كده؟ اتحاد الكوره لا يستحق منصبه. عايز اعاده بناء من اول وجديد. المغرب فوز الاقجع بقى، ومش هدخل في حته التحكيم دي خالص، لكن فوز الاقجع الناس تقعد تقول فوز الاقجع والمغرب وفوز الاقجع. راجل بيشتغل لبلده يا جماعه، راجل بيعمل لبلده. احنا اللي عندنا ما بيعملش لبلدنا ليه؟ ده بيعمل لبلده ومنجح بلده. المغرب عندها منتخبات لحد سنين طويله، منتخب ناشئين بياخد كاس عالم، منتخب بيطلع من البرازيل في اخر دقيقه، منتخب محلي بياخد كاس العرب، منتخب ما شاء الله وصل للنهائي المنتخب الاساسي. فبنيان قوي، اللعيبه كلها قويه وحلوه ومحترفه. احنا عندنا اتحاد الكوره غريب الصراحه، غريب. الانديه تتحمل سقف ايه؟ اقسم بالله اللعيبه اللي بيلعب بيدفع فلوس، واللي عنده موهبه لازم يدفع فلوس عشان يلعب. الغلبان ما بيلعبش، بقى بيزنس. يعني الاكاديميات ومراكز الشباب دي حاجات كلها بقى بيزنس خلاص. اللي هيلعب هيدفع. والله حاجات وانا عارفها وشايفها وناس اعرفهم، بيقولوا له هتدفع عشان تلعب، مش معاك مش هتلعب. وبترجعوا تقولوا اللعيبه بترجع بره وتتجنس بره ليه؟ ما اللي هنا اللي بيعرف يلعب ما بيلعبش. اللي يدفع، اللي معاه فلوس، اللي ابوه يدفع له فلوس هو اللي يلعب. الواسطه هم اللي يلعبوا بمعنى اصح يعني. انما الموهبه، اللعيبه الواعده اللي تقدر تبني عليها مستقبل ما تلعبش. ديت في كل الانديه على فكره، مش حتى في الانديه الكبيره، حتى في الانديه الكبيره كل الانديه كده، اللي هيدفع هو اللي هيلعب. شفنا منتخبنا في كاس العرب خرج بفضيحه، وده المنتخب الاول وده المنتخب المحلي ومش عارفين نعمل منتخب ناشئين. شوف المغرب بقى، المنتخب المحلي بيعمل ايه والاول بيعمل ايه والناشئين بيعمل ايه.
احنا مش قادرين نطلع من وسط الشباب دي كلها ال 11 لاعب. ده راجل، ده حتى في الماتش امبارح انا قاعد بقول ايه، طب مين ينزل يقدر يقلب الماتش؟ مين ينزل تغيير يقلب الماتش؟ مفيش، ما عندكش لعيبه بره اصلا. لا، واللي جوه ما بيعرفوش يلعبوا، ما عندكش احتياط، وما عندكش بلان بي ولا خط ولا منتخب تاني، ولا عندك ناشئين، ولا عندك اي حاجه خالص. مستقبل مالوش ملامح للكره المصريه ابدا. نرجع برضو الناس تقول برضو ايه الكواليتي واللعيبه المحليه ومش عارف ايه. يا جماعه، طب ما احنا باللعيبه المحليه دي طول عمرنا لعيبه محليه اصلا. 7 كاس افريقيا باللعيبه المحليه، اكتر منتخب واخدينها باللعيبه المحليه. هل ابو تريكه كان محترف؟ نجم المنتخب، اسطوره من اساطير المنتخب، هل كان محترف ابو تريكه مثلا؟ بركات كان محترف، الحضري كان محترف. حاجه غريبه الصراحه. كواليتي ايه؟ السودان عملت ماتش على السنغال، هل الكواليتي بتاع السودان اعلى من الكواليتي بتاعنا؟ يعني السودان لو جيت تتفرج على ملخص ماتش السودان والله هتلاقيهم بيروحوا وبيضيعوا. السنغال احنا اول كره رحناها كانت في الدقيقه 94 يا جدع. وحسام حسن غريب يعني في ماتش كوت ديفوار. وعلى فكره هو مدرب السنغال عمل ايه؟ السنغال فنيا اصلا مش كوت ديفوار اعلى منها فنيا زي ما انا قلت لك في الاول. بس هو مدرب السنغال مجرد ان اتفرج على ماتش مصر وكوت ديفوار شاف طريقه لعبنا. احنا بندافع وبنبني اللعب على صلاح، على امام عاشور وعمر مرموش. عمل ايه بقى؟ مسك لك مرموش، مسك لك امام عاشور، مسك لك صلاح. هتبني انت لعب ازاي؟ ما تدخلناش ابدا، ما بدأناش نهاجم الا في الدقيقة 85 لما دخل فينا الجول. يعني مصرين على طريقة اللعب ديت، مخنوقين مش عارفين نطلع بالكورة من ناحية إمام عاشور. نوجد حلول بقى. زيزو اللي الناس بتقعد تقول زيزو بيحتفظ بالكورة. طب ده ماتش كنا عايزين فرقة تحتفظ بالكورة، احنا الكورة ما كانتش بتقعد في رجلينا سنتين على بعض. ما دفعش بزيزو ليه يحافظ على الكورة؟ لازم يأخر التبديلات يعني؟ حاجه مش مفهومه. تريزيجيه اللي مصر على تريزيجيه ليه؟ تريزيجيه لعب البطوله ديت ما ساهمش في ولا ماتش، ولا سجل ولا صنع. ليه مصر على تريزيجيه؟ حاجه غريبه الصراحه. واحمد فتوح بيلعب وهو مصاب وطلعته. نزل يا عم، نزل باك شمال. انت نزل تريزيجيه يلعب باك شمال وهو تريزيجيه اصلا لم يقدم شيء في البطوله. مصر عليه اصلا وهو مصاب ليه؟ حاجه غريبه يعني. مصطفى محمد، انت نفسي افهم، مش كل ماتش هنعمل نفس الطريقه وتنجح، هي مش هتمشي كده يعني. اكيد في تكتيكيات وفي حاجات كل منتخب يعني. اكيد منتخب كوت ديفوار طريقه لعبه غير منتخب السنغال. منتخب كوت ديفوار قرنا حلو ولعبنا الماتش حلو وسجلنا بدري وسجلنا من كره ثابته، وبعدها سجلنا بجمله حلوه من امام عاشور وصلاح. هتعيد تاني في ماتش السنغال؟ ده مدرب السنغال عارف انك هتعمل كده وهيقفل عليه، مش عامل حسابك لكده. مش عامل حسابك اللي دي طريقه لعب ودي طريقه لعب. ده يلام عليه حسام حسن طبعا. هو مش بريء من الخساره، لا كله يلام، بس مش هنمسكها في حسام حسن والشناوي وهاني. مش هنتننا كده يعني، مش هنتننا نشيلها اللعيبه والمدرب، لا هي منظومه كامله. يا راجل انت ما عندكش مستقبل، ما فيش مستقبل باين تبني عليه. كواليتي اللعيبه والله اللعيبه المحليه واخدين بهم 7 كاس افريقيا. كواليتي اللعبة. صلاح بيقول لك احنا مش مرشحين للبطولة علشان احنا معظمنا محليين. طب والله العظيم المحليين لعبوا احسن من صلاح. هو صلاح عمل ايه في البطولة؟ صلاح المحليين لعبوا احسن من صلاح. منظر صلاح اصلا للكورة، انت ما تحبش ان الكورة تروح في رجله. هل صلاح، في ناس تقول لك ايه اسطورة وهو جاب 80 جول وهو مش عارف عمل كام اسيست وسام مش عارف ايه، عمرها ما كانت كده الكورة. كلنا لنا علينا عينين بنشوف بقى اللي بيلعب. كلنا شفنا صلاح بيعمل ايه. صلاح عمل ايه؟ بيخاف، ما بيلتحمش في الكورة، ما بيلتحمش، ما بيلعبش بالقلب بالروح اللي هي زمان كنت تشوف زيدان. تشوف الروح اللي عند اللعيبة المحلية. عندك ده لاعب محترف، يعني المفروض انت بقى محترف بقى واعلى من اللعيبه المحليه اللي انت بتقول عليها ديت، المفروض تلعب بقى. ورينا انت هتعمل ايه بقى. خش في كل كوره التحم زي ساديو ماني، احنا بنشوف يعمل ايه. التحم في كل كوره، العب بقلبك بروحك. مش كل ماتش تطلع تقول احنا مش مرشحين عشان محليين. هل صلاح برضو نيجي تاني، هل صلاح اسطوره في المنتخب؟ لا هو مش اسطوره. هو اسطوره، اقول لك على اسطوره في ليفربول، محدش ينكر. ارقامه في ليفربول هي اللي بتتكلم. في المنتخب هتقول لي ارقام و80 جول، لا، ما هات لي تاثيره في الملعب. شو هو عمل ايه في ماتش السنغال؟ صلاح عمل ايه؟ كل كره ياخدها مس باص يا قدامي، مس باص يا قدامي. هل ده اسطوره؟ اسطورات المنتخب غير اسطوره مع الانديه.
اما شفت صلاح عمل حاجه المنتخب وعمل لنادي ليفربول، عمل اسطوره لليفربول، ما عملش اسطوره للمنتخب. الاساطير ديت مثلا كريستيانو رونالدو مثلا، ده اسطوره المنتخب، ده جاب البرتغال يورو 2016، ده حط البرتغال على الخريطه. ميسي جاب الارجنتين كاس عالم. ماذا فعل محمد صلاح منتخب مصر؟ انا واحد هو بتفرج على الكوره من 10 سنين، ما شفتش ما فرحناش بالمنتخب. السبعه دول بقى، حسام حسن برضه طلع بعد الماتش مش هقول لك بيدوا 7 نجوم. 7 نجوم، احنا هنعيش على الماضي؟ كان عايشين على الماضي. مش كل حاجه 7 نجوم، مش كل ما نخسر نقول 7 نجوم. 7 نجوم ايه؟ شوف الانديه، شوف الواسطه، شوف اللعيبه اللي بتلعب بتدفع فلوس عشان تلعب. اللي يلعب يدفع فلوس، دي قاعده اساسيه. محمد الشناوي زي ما بقول لك، احنا هو محمد الشناوي العيب مش عليه، هو العيب على مفيش عدل. في حارس احسن منه بمراحل شفناه مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا لما الشناوي انصاب، والتصديات الاعجازيه اللي عملها، ولما دخل في ترشيحات افضل حارس دخل افريقيا. ليه شوبير ما يلعبش وكل ماتش ينزل بيأدي لك احسن من الشناوي؟ وما بتلعبوش ليه؟ الشناوي كل ماتش اقول لك يا حسام يا حسن مصطفى شوبير، يا حسام يا حسن مصطفى شوبير. الشناوي بيخوف، الكوره جاله جنبه ما فردش ايده. انا عمري ما شفت حارس بيترمي وهو واقف مكانه، بيترمي على الثابت ما بيتحركش ولا اي رده فعل. الكوره في زاويته جنبه، ده لا ما بيعرفش يفرد لو فرد رجله هيجيبها جنبه بالظبط، ما جابهاش الشناوي. نرجع نقول برضو ما فيش عداله. هو الشناوي ماسك علينا سله عشان يلعب مثلا؟ كل ماتش لازم يغلط ونلعبه تاني ليه؟ ما اللي يغلط يقعد ويلعب اللي احسن منه. محمد هاني الباك اليمين بتاعي من بقاله 50 سنه، محمد هاني ما ده مش باك يمين منتخب مصر يا جماعه، ده يبقى احتياطي بالعافيه. احنا بنشوف في منتخب المغرب الباك اليمين اشرف حكيم، برضه هتقول اشرف حكيم محترف؟ هقول لك احنا بنطلع محليين. احمد فتحي لو تفتكر احمد فتحي، ابراهيم حسن اللي كان مشرف على الكوره في المنتخب مع اخو حسام حسن، دي باكات محليه طلعناها. ما مش عارفين نطلع ليه؟ علشان الواسطه، علشان الفلوس، اللي يلعب يدفع فلوس. قطاع الناشئين ما بيطلعلكش اي حاجه خالص. احنا بنستنى لاعب كل فتره بالصدفه. عارف ليه المحلي؟ عارف ليه عمر مرموش مثلا عمر مرموش، عارف ليه عمر مرموش مميز عن اللعبه اللي عندك؟ لانه ما دفعش فلوس عشان يلعب. عمر مرموش كان ايام ساب وادي دجله طلع على طول على اوروبا في نادي مجهول اوروبيا، يعني مش فاكر هو مين الصراحه يعني، واشتغل على نفسه اوروبيا. المدربين هناك اللي طوروه ما قالوش ادفع عشان تكمل معانا. لا على فكره هي اللعبه اللي في لعبه تخش قطاع الناشئين وما تدفعش وتلعب شويه، لكن بعد شويه يقول لك عشان تكمل معانا لا، في واحد جه مكانك انت هتكمل معانا هتدفع فلوس. عمر مرموش سافر بره ما دفعش فلوس، سافر لعب مع انديه اوروبيه مجهوله، اشتغل على نفسه لحد ما بقى دلوقتي جناح في مانشستر سيتي. لعب في مانشستر سيتي، جه عندك عمل اللي على عمر مرموش، مش كان شايله الماتش ابدا. ان هو الوحيد الحسن الوحيده في البطوله من وجهه نظري عمر مرموش وامام عاشور، دول الاثنين اللي لعبوا. عندك الكواليتي كان حلو، مفيش حاجه اسمها فرق كواليتي. ياسر ابراهيم ادى بالجول، حسام عبد المجيد ادى، رامي رباعي ادى، مروان عطيه ادى، حمدي فتحي ادى، امام عاشور ادى، مرموش ادى. لكن انت ما ساعدتهمش فنيا. انت وبعدين حسام حسن انا بدافع وبعمل وبأدي امكانيات ومش عارف ايه. هل لو هو كان هيدافع ما كان يلعب بكده من الاول بقى؟ يعني كان يثبت لنا طريقه هويه واضحه للمنتخب مع حسام حسن من الاول. انما مش كل ماتش يجرب خطه وبظروفها بقى، واللي تكمل واللي يفوز بيها هي اللي تكمل بيه ليه؟ يعني ما ينفعش الصراحه اللي بيعمله ده يعني. تكتيكيا هو اخطا في حق المنتخب وفي حق اللعيبه، ما ساعدهمش فنيا. هل حسام حسن ساعدهم فنيا؟ لا. هل اتحاد كوره اصلا انت بتحط ناس في مناصب هي لا تستحقها؟ كل واحد همه الكرسي، كل واحد همه الفلوس، بقى بيزنس بالنسبه له. كل مره نطلع نقول نفس الكلام، مفيش حاجه بتحصل. احنا عاوزين حل جذري، عايزين الاعلام يتبنى يضغط اكتر، لان مفيش حد هيغير من الاسلوب ده الا الاعلام. احنا الاعلام اللي عندنا طالع امبارح بعد الخساره اصل احنا ما كناش متوقعين ان هنوصل دور النهائي، نص النهائي، وده انجاز، وده مش عارف ايه. قدم حلول، اضغط على الناس دي، خليها تشتغل حلو، خلي كل واحد يشوف شغله بقى. وبرضه الاعلام طالع امبارح يشيلها بقى، في ناس شايلتها للشناوي، اصل كان معانا الحضري مش عارف بيعمل ايه، لازم يبقى معانا حارس مش عارف ايه.
وهم نفس الناس اللي من اول البطوله تسالهم عن التشكيله في كل ماتش، لما الشناوي يغلط الشناوي اصله خبرات. طب ما هو بيغلط، لا هو خبرات برضه. انما بقى لما يغلط بقى ونطلع من البطوله وما تستترش معانا ونطلع يقول لك اصل الشناوي مش عارف ايه والحضري كان مش عارف ايه، لا ما ينفعش كده. الازدواجيه في المعايير ديت ما تنفعش. لازم نتبنى كل الاعلام، نتبنى فكره واحده، مشروع واحد للمنتخب، نضغط على اتحاد الكوره، نلغي الواسطه والبيزنس في الكوره دي خالص، نشتغل على النظافه. خلي بالك كاس العالم كمان 5 شهور خلاص. كاس العالم احنا مش هنعمل فيه ايه؟ مش هنعمل حاجه في كاس العالم. مين اللي هيعمل لنا في كاس العالم حاجه؟ حسام حسن ما عندوش تكتيكيات خالص. علي عبد العال كان يعمل اللي حسام حسن اللي عمله. علي عبد العال مع احترامي مدرب غزل المحله يقدر يعمل اللي حسام حسن عمله، مع احترامي يعني. يقدر يلعب بست سبع مدافعين ورا وصلاح مرموش ويقول لهم العب بس. انما مش شفناش جمله تكتيكيه، ما شفناش تحولات. عايز اقول لك مثلا جوزيه مورينيو مع الانتر 2014 خد دوري ابطال بالدفاع وتحولات هجوميه، ضغط عالي هجومي. دي مدارس، لكن دي ما كانتش مدرسه، دي كانت دافعوا على الله، العبوا على الله. ما شفناش تكتيكيات، ما شفناش اي حاجه. علي عبد العال كان يقدر يعمل ده. كاس العالم هنعمل ايه؟ حسام حسن ما عندوش تكتيكيا يقدمه. محمد صلاح مش هيطلع كل ماتش يذلنا ويقول لنا انتوا محليين وانا محترف وانا مش عارف ايه، انا اسطوره. محمد صلاح اصلا لا يستحق شرط القياده في المنتخب. هو بيعمل ايه عشان يعمل شرط القياده؟ كنا شفناه قبل كده خد عن احمد فتحي. لعيب بيقول لك انتوا ما عندكوش منتاليتي. المصريين ده الفرق بيني وبينكم. المصريين ما عندهمش منتاليتي، اللعيبه المصريه يعني بمعنى اصح. انت ما قدمتش اصلا المنتاليتي اللي عندك دي، انت ما عملتش حاجه للمنتخب يا محمد صلاح. ما قدمتش حاجه للمنتخب اي شيء يذكر. هتقول لي لعب مش عارف جاب 5 تجوان في البطوله وصنع مش عارف ايه. صلاح ما عملش اي حاجه. صلاح بعينينا اللي بنشوف بيها ما شفناش صلاح عمل اي حاجه للمنتخب في البطوله ابدا ابدا. ما شفتوش دخل في الالتحام وكسبه. يا راجل شوف ساديو ماني بيعمل ايه للمنتخب. نفس السن على فكره، نفس العمر. تقول لي اصل السن، اصل مش عارف ايه. صلاح بقى بطيء، ساديو ماني سريع. صلاح سن كتله عضليه ويلعب مش عارف ايه. لا ما شفتوش عمل حاجه للمنتخب، ما شفتوش دخل في الالتحامات كسب، ما شفتوش مثلا يلعب برجوله وبروح. يروحوا يعترضوا على الحكم. مش هتكلم عن الحكم خالص على فكره، لان انا اول تسديده رحنا كانت في الدقيقه 95. هتكلم عن الحكم اقول ايه؟ مش الحكم الحكم ظلمنا، بس احنا ظلمنا نفسنا. عايزين اعاده هيكله للمنظومه من اول وجديد، ومش كل مره هنخسر نطلع نقول الكلمتين دول مفيش حاجه تحصل. لا، لازم الاعلام يتبنى فكره، لازم الاعلام يعمل رساله هادفه. النهارده الاعلام ملوش لازمه، بامانه ملوش لازمه. قدر الله ما شاء فعل. طلعنا من السنغال. كل التوفيق لمنتخب المغرب في النهائي ضد منتخب السنغال. ان شاء الله المغرب هتكسب، واحنا هنلعب نيجيريا ماتش تحصيل حاصل ملوش اي لازمه. نكسب نخسر يعني خلاص، ماتش تالت رابع مش هتفرق معانا يعني كتير. المنظومه كده كده عايزه اعاده هيكله من جديد. كده نكون خلصت حياتنا النهارده. السلام عليكم.